انتبه، هذا المشهد قد يحتوي على جرعة زائدة من الخرط والكذب والضغاطة. يعني لو قلبك ضعيف لا تتفرج، أحسن ما تموت نخسر مشتري. خنبك يا شبيه سنديكور يا هاسري خسولي خنجك خنزري خبري كسيو هاسلي بهوني يا خمسي كريا شكلك بلا شابريك شكلك لا كاي شكلك باقي كسلاي خنزري كسير يا بهاس هز خير خمس كري شكلك خنجك لقد اتقبت علي. دبلق هذه كان وليش هم خليك يا سنقري؟ ايش خلاص وقفنا. نمستي. كيفه؟ نمستي. كيفه؟ نمستي. مشكورين يا حبايب قلبي على الدعم الكثير، شكرا. أنا في المجدق. بوليود وما أدراك ما بوليود، مدمرة الشباب، أكبر منطقة للرومانسية ومش رومانسية، مدري كيف والله. من ما قد شافش مسلسل هندي أو فيلم هندي أنا متأكد ما فيش أحد أبدا إلا القرية يا معمتي ما تفرقش أفلام هندية. بوليود هو اسم قطاع صناعة الأفلام الهندية، وتدل كلمة بوليود على الأفلام الناطقة باللغة الهندية. فتقول لي من وين جابوا كلمة بوليود؟ بقول لك لا تستعجلش على رزقك، كلمة بوليود جابوها من هوليود. انت اهبل يد ولا شكلك كده؟ ما تشتريش تفكير. شافوا الامريكان سموه هوليود، قالوا لابد الا والله نسمي الا بوليود، بعدوا الهاء ورجعوا النبع. وهذا يدل على كسل وفشل الشعب الهندي، كسلين صحنا. طبعا بعض الدول عقبهم هذا الخبر، قاموا سموه توليود وكوليود صندلود. صندلود هذه السينما حقت جزمته، اي جزمة عرفته بحياتك بتلاقوه هناك. نرجع لموضوعنا. طبعا السينما الهندية تنتج حوالي 2000 فيلم هندي بأكثر من 20 لغة، والله على فراغ، بمعدل 5 أفلام باليوم الواحد. وهذا من هو اللي يتفرج لهم؟ وأي فيلم هندي تلاقوا ميكس ساعة المجنونة، بيكون فيلم حب وأكشن كوميدي فانتازيا لدرجة إنه بعض الأفلام الهندية يجلسوا لك 5 ساعات. خمس أنت داير وش يفعل بال5 ساعات ولا حاجة. من مميزات المسلسلات والأفلام الهندية إن البطل يجي من دلهي والبطلة تجي من مومباي، يصيروا يحبوا بعض ويتمسسوا يتمايسوا مع بعض لا نهاية الفيلم، وبالأخير يكتشفوا إنهم أخوهم من الرضاعة. يا تمارا بهينا है नहीं. من المميزات برضو إن بعد كل حدث تجي حركة الصدمة اللي خلاص كلهم يقرح عندهم العصب السابع، يشيلوه. يموت واحد، يتزوج واحد، يدحرس جاهل من مش داخلينك بالركن، يدخل الشرير الدبان، لأنه الشرير دوما بالمسلسلات الهندية يجي دبان. كله صدمات، نص المسلسل نجلس نشوفهم يتصادموا، وبكل مسلسل هندي تلاقي واحد يحب وحدة
وهذه الوحيدات تحب واحد ثاني، والواحد الثاني يحب وحدة ثاني، والوحدة الثانية تحب واحد ثاني. دحين نحن بإيش من واحد أعلى؟ والله ما لعب. لخبطتنا ولخبطت نفسك. وآخر اثنين يحبوا بعض بس، والباقيين يجلسوا يتضاربوا. ضروري واحد يجلس ينتحر طول المسلسل، ما يموتش، يموتوا كلهم عادوا عايش. هذا كان بالنسبة للرومانسية. أما بالنسبة للأكشن ما فيش صفات. البطل حق الفيلم الهندي هذا اسمه الرجل ذو اللكمة الواحدة. هيجي واحد يجي ضاربه لكمة واحدة بس يحقه معه. عطلي 3 منه وأنا بحرر فلسطين. أنت روح بس حرر مدينتك يا تعزي. أنا محرر. يجلس البطل يتدرب ويروح عند مدرب يتعب نفسه تعب، في الأخير يختار الشرير بمدسدس. أين المغزى؟ Where is the point؟ بعدين إيش مشكلة المصورين الهنود؟ لما واحد يضحك والرئيس يولوا لنا نحن حقه اللي وزنين سليمات مش ملتهبات، يقدم الكاميرا لحلقه. لو واحد يبكي يقرب لنا نحن الآن الدمعة، شوف لنا لابس غبار الشبكية سليم. الأفلام الهندية والمسلسلات خاصة أثرت بشكل كبير على المجتمعات العالمية، والمجتمع اليمني بشكل خاص. البنات بشكل أخص. طبعا البنت اليمنية لما تشوف مسلسل هندي تقوم تقلده. كمية الرومانسية والضفاطة اللي داخلته، تحسب إن لما تتزوجش تعيش بالرومانسية هذه. يشتكي إذا شفت فلوت زوجي يقول لها ليش فلوتي؟ تجلس تحلم أحلام وردية، تعيش التضحية والحب الأبدي. بالنهاية تفاجأ بواحد ملقم شمة شو نخصه من آخر الشارع. بعد أول أسبوع زواجه يقول له يا مردي الذهب بنشتري عكبار. طبعا أغلب البنات باليمن يتفلقين أفلام هندي. عصبة القرية أول ما تبدأين يفتحن عيونهن على الدنيا، هذاك التلفزيون أبو كرش ليل نهار تجلس تتفرج له مسلسلات هندي. تيجي تكلمه تقول لك أنت مو بدك قوم يجزالك من هون عصيت بالفراولة. طبعا تجلس تتخيل إنه كي مرة تصوره بكل مكان، تحس نفسك إنه مشهور يتقلدهم. طبعا مش البنات اللي يتفرجون أفلام هندي، الشعب اليمني كله جهال عجيز شباب عراقة اللي ب50 والبرتقال ب100. بس وصلنا لهذا المقطع. لا تنسى تضغط لايك وسبسكرايب والشير والمدري اسمه ذاك اسفل الشاشة. السناب شات والانستغرام.